طبعا دي بتاعت سما المصري. سما المصري هجمت، يعني كان الاستاذ مرتضى هاجم قناة فلول، وقناة فلول رجعت هجمت، وسما المصري هجمت استاذ مرتضى، فانا لا هقفلها القناة. ويبدو حسب معلوماتي انه بالفعل هو وراء هذه المسألة. محدش بيقول ان قناة فلول دي حاجة من الحاجات العظيمة، احنا بس بنقول لكم اخبار. القانون بيقول ايه ما اعرفش. طيب انا معايا على الهاتف مباشرة سما المصري. مساء الخير يا استاذ سما. يا فندم مساء النور. هو ايه اللي حصل بالظبط؟ هل القناة اتقفلت بالفعل؟ هل في حد وراء هذه المسألة؟ بص يا فندم، انا جالي مجموعة ناس الساعة 2 الظهر او 2 ونص، حوالي 5 6، قالوا ان احنا من مصنفات وبنشوف القناة بتاعتك الورق وكده. قلت لهم انا القناة عندي ما فيهاش، دي مش مقر قناة، ده مكتب اعلامي. دخلوا على الاجهزة، قلت لهم دي مش اجهزة مونتاج، دي اجهزة بي سي عادية جدا، اجهزة كمبيوتر عادية بعمل عليها الشغل بتاعي. تمام. فصدروا الاجهزة صدروها. بس وهو قال لي في بلاغ متقدم فيكي. قلت له من مين؟ قال لي من مرتضى منصور. قلت له طيب بلاغ مرتضى منصور يبقى في النيابه مش هنا، انتوا مصنفات. قال لي يعني مش هتقولي خالص في البلاغ ده. قلت له لا، انت جاي تبع بلاغ مرتضى منصور ولا تبع بلاغ المصنفات؟ قال لي لا احنا كل حاجه. قلت له انا مش كل حاجه، انت حضرتك قول لي انت عايز، انا مش هرد على اي اسئله غير قدام النيابه. تمام. راح صدر الاجهزه اتصل بالنيابه، قال لي لا مفيش النيابه، الكلام ده كان الساعه 2 او الساعه 2 ونص. حلو. المهم نزل واحد من غير اسمي، قلت له مش هنزل معاك. نزل ورجع الساعه 7 ونص جاب لي اذن النيابه. واذن النيابه طالع دلوقتي ده بالميعاد ده 7 ونص، وهم عندي من الساعه 2 ونص. يعني في الاول ما كانش معاهم اذن النيابه، راح جابوا اذن النيابه عشان يجوا ياخدوني. تمام. المهم نزلت معاهم وكده، لقيت ناس تحت المكتب عندي اللي هم في حالات كمان شايفهم دلوقتي تبع مرتضى، عمالين يشتموا. يعني لسه موجودين تحت المكتب لحد دلوقتي؟ لا مش تحت المكتب، انا جيت النيابه، هم جم ورايا لقيت ناس كمان طبعا مرتضى تحت النيابه تحت كمان عمالين يشتموا وعمال وحد فيهم مد ايده عليا وانا طالعه. ادي مرتضى منصور مد ايده عليا وعمال يقول لي مرتضى منصور سيبك، عمال يقول لي مرتضى منصور سيبك. طيب وبعدين انت الوضع ايه دلوقتي؟ هل القناه دي مستمره ولا القناه دي اتقفلت؟ ايوه القناه مستمره، القناه مالهاش علاقه، هو البلاغ كله هو موضوع مصنفات، بس البلاغ كان ورا مرتضى. معلش بغض اللي هو وراه مين؟ هو لو ورقك سليم مهما كان اللي وراه. انا اجهزتي، انا حاجتي سليمه، انا ما فيش عندي اجهزه بس في القناه، وهم ثبتوا كده مش اجهزه، يبقى اجهزه كمبيوتر عاديه جدا، مش حتى اجهزه مونتاج، مش فاينل كات، اجهزه عاديه جدا بي سي كمبيوتر عادي جدا. استاذه سما ولا في كاميرات ولا في حاجه. استاذه سما معلش خليني اكون صريح مع حضرتك، وبغض النظر عن الاستاذ مرتضى او غيره، في ناس شايفين انه هذه القناه يعني ما هياش شيء يعني بيقلقوا منها بصراحه، بيقلقوا من القناه، بيقلقوا من ناحيه ايه يا فندم؟ مالها؟ من اللي بيقدم فيها، بيقلقوا من الاداء. نعم يا فندم. انت حضرتك لو عملت احصائيه في الشارع وفي الناس، الحمد لله بتشافوا، والاطفال والعائلات بيشوفوها. لا ما افلام البورنو كلها يا فندم، ما فيش عائلات بتقعد تتفرج على افلام على افلام بورنو، انا عائلات بتقعد تتفرج وبتكلمني. حلو. انا عملت قناه عجبت الناس، فكنت بقدم حاجه فبقدمها بشكل كوميدي في الاول والاخر، لا هو شكل اغراء ولا شكل كوميدي، حتى الاغنيه كلها كوميديه. فاهمني؟ فانا الناس مبسوطه منها خلاص. عن ايه؟ وبعدين ما يلا في الاعلام، يعني الاعلاميين بيقولوا مثلا الاعلام يهاجم واحد، طب انا بهاجم طريقه الغنى والرقص بس. معلش بس هو يمكن يعني انا بقدم حضرتك بلاغ دلوقتي، وزير الداخليه ان في ناس متجمهرين اكثر ممكن يأذوني وانا مش النيابه بس. ايه قولوا تاني عشان مش سامع كويس يا استاذ شاذ. انا بقدم بلاغ دلوقتي لوزير الداخليه ان في ناس مستنيين تحت تبع مرتضى ممكن يأذوني. طب قدام النيابه؟ نيابه الدول. انت مستمره في اللي انت بتعمليه يا استاذ سما؟ يا فندم ان شاء الله. انت مكمله ان شاء الله. شكرا جزيلا الاستاذه سما المصري. هنشوف طبعا قرار النيابه، هنشوف القانون بيقول ايه، لكن هل بالفعل في ناس مستنيين الاستاذه سما وبتقدم بلاغ لوزير الداخليه ان في ناس ممكن يأذوها؟ مش عارف، هنشوف. على كل حال ده يمكن يعني عشان نبقى غطينا لكم اغلب الاشياء، لكن قبل ما اطلع